هيك ليونيل ميسي سجل هدف أيقوني بيتحدى المنطق. تم تنفيذ الركلة الركنية ولاعب من ريال بيتيس قطع الكرة، وبعدها رجعت الكرة على الإكس بتاع شاكيرا. لولي 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 اللي لعبها لفيدال على طول. فيدال كان مراقب مراقبة لصيقة من المدافع، لكن مع هيك قدر يمرر الكرة لميسي، وبنفس اللحظة المدافع ترك أرتورو فيدال وركض بسرعة عشان يسكر على ميسي زاوية التسديد. ميسي سحبه بهدوء، وهالشي فتح له زاوية صغيرة للتمرير، وبما انه ما كان في خيار للتسديد مباشرة قرر يمرر الكرة لراكيتيتش بالجهة اليسار داخل منطقة الجزاء. قرار كان بهاللحظة هو الأكثر منطقية. شوف يا صديقي العسل، وهون بالتحديد دفاعات بيتيس وقعت بالفخ، لأنه الكل فكر إنه راكيتيتش راح يعمل عرضية أو تمريرة كلاسيكية للوسط، عشان هيك تركوا ميسي لحاله، ومتأكدين إنه مشاركته باللعبة خلصت. بس على مين؟ مش على بابا. ميسي راح باتجاه راكيتيتش ليستلم الكرة، وظهره كان للمرمى بمساحة كثير ضيقة، وما في أي مجال يسدد المرمى مباشرة. الكل متوقع إنه بس بده يتحكم في الكرة أو يمرر الكرة لسواريز أو يمرر لراكيتيتش مرة ثانية، لكن ميسي اختار الخيار بس العبقري ممكن يتخيله. بيرفع كرة تشب بطرف أصابع رجله، والدفاع صار تقريبا بس متفرج، وهم عم بيراقبوا الكرة وهي طايرة بالهواء. عبرت كمان فوق الحاسب بكل سلاسة وبام بالشباك.